السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن واحد من أفضل الميكرويفات الموجودة في السوق، هو ميكرويف ال جي. هنتكلم عن مميزات الميكرويف وهنتكلم عن عيوبه وهنقول ايه أخطر عيب موجود في الميكرويف ده. فلو أول مرة تشوفنا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة. احنا قناة مهتمة بمراجعة الأجهزة المنزلية، فلو حابب تاخد فكرة قبل ما تشتري فانزل دلوقتي اشترك في القناة. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بيكوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بيكوين. ميكروويف ال جي فيه مميزات كتيرة جدا خلته يمكن من ضمن 5 ميكروويفات موجودين في السوق، طبعا يترتب عليهم ترتيب متقدم برضو. فاحنا هنتكلم النهاردة في تفاصيل المميزات دي، وهنتكلم برضو في عيوب الميكروويف. يمكن في عيب ولا اتنين ممكن يكون صعب التعامل معاهم شوية، هنتكلمهم برضو عنهم في آخر الحلقة. واحدة من أهم مميزات ميكروويف ال جي هو خاصية الطبخ السريع. مؤشر الحرارة بتاعه بيدي درجة عالية جدا، فده بيساعد على تسخين الأكل، أو في بعض الأكلات بيطهي الأكل أو بيسوي الأكل من غير الطعام ما يتأثر بشكل أو بآخر. في بعض الميكروفات الإشعاع بتاع الميكرويف نفسه بيأثر على طعم الأكل، لكن في ميكرويف ال جي مش بيتأثر خالص. برضه من مميزات ميكرويف ال جي هو بيكون فيه مستشعر لضبط درجة الحرارة تلقائيا على حسب وزن الطعام. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حطينا بيتزا وزنها مثلا 100 جرام او 250 جرام، بيظبط تلقائيا درجة الحرارة على الوزن اللي موجود في الميكرويف. القاعدة اللي جوه الميكرويف اللي هي بتكون ازاز بتكون مثبتة ب6 قواعد، معنى كده ان هو بيستحمل اوزان تقيلة. اللمبة الليد جوه الميكرويف بتكون قوية جدا، ممكن توصل 3 اضعاف الميكرويفات التانية. ده بيخلينا نشوف الطعام من بره الازاز بشكل اوضح اكتر. من اهم مميزات ميكرويف ال جي ان بيكون الجسم الخارجي للميكرويف ستانلس ستيل مضاد للصدى، وده برضو بيخليه سهل جدا في التنظيف. نيجي بقى نتكلم عن عيوب ميكرويف ال جي. طبعا مفيش جهاز او منتج مفهوش عيوب، وانا دوري هنا اعرفكم ايه هي عيوب الميكرويف عشان انتوا حضراتكم تقيموا هل هينفع معاكم ولا مش هينفع. طبعا اول عيب معانا هو ارتفاع سعر الميكرويف. طبعا ميكرويفات سامسونج وال جي وكينوود يعتبر هي من اعلى جودة واعلى سعر موجود في السوق. برضو تاني عيب في ميكرويف ال جي هي فترة الضمان. فترة الضمان كانت الاول بتوصل ل10 سنين، حاليا قللوها، بتتقسم على بعض المنتجات. يعني في منتجات بتوصل 7 سنين، في منتجات 5 سنين، في منتجات سنتين. تالت عيب في ميكرويف ال جي ان هو مفيش سعة متوسطة، يعني مفيش مثلا 30 لتر او 35 لتر، في 20 لتر و25 لتر و42 لتر، مفيش ال 30 ولا ال 35 لتر. اخر عيب واسوأ عيب في ميكرويف ال جي ان هو لا يصلح للاستخدام الشاق او الاستخدام العنيف. يعني بمعنى تاني ان هو مش هينفع نستخدمه مثلا في مطعم او محل، مش بيدي الكفاءة المطلوبة، هو بيكون استخدام منزلي فقط. دي بس تكون عيوب ميكرويف ال جي. طبعا للاسف الاسعار بتاعته مش ثابته، في كل يوم بيكون في سعر مختلف، فلو حد حابب يتواصل معانا يقول لنا الموديل اللي هو عايزه واحنا ان شاء الله نقول له السعر بتاعه. طبعا هيكون في حلقات جايه كتير هنتكلم فيها عن الميكرويفات، وهنتكلم برضو عن ايه الميكرويف اللي يستحمل شغل المطاعم او شغل المحلات. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وانزلوا اشتركوا في القناة دلوقتي واللايك الحلو على الفيديو، وان شاء الله اشوفكم حلقة جاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.